أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل البيتزا بالدجاج بصوص الرانش. الأول نعمل العجينة عشان تخمر وبعدين نجهز بقية الحاجات بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. أنا هنعمل عجينة البيتزا الأول 2.5 كيلو من الدقيق، عشان هعملها مش في صينية مدورة، هعملها في صاج مستطيل كبير شوية. فهحط 2.5 كوباية من الدقيق، والمكيال هو ده نفس الكوباية الإزاز، ونحط عليها شوية ملح ومعلقة خميرة، ونعجن بشوية مية دافية زي ما نقلب كل المكونات ونحط مية دافية ونعجن. إن شاء الله نخلص العجن وقبل ما تخمر نكون عملنا صوص الرانش ونجهز الفراخ بتاعتنا. العجينة بتبقى لينة شوية، لا هي ناشفة قوي ولا طرية قوي، عشان تطلع معانا قطنية شوية تبقى حلوة كده. العجينة خلاص قربت تخلص، وبعدين نحط عليها شوية زيت ونسيبها تخمر. خلاص نجيب شوية زيت العجينة اهي، حط بقى شوية زيت وتسيبيها تخمر. ممكن تاخد لها مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، أو ممكن ساعة على حسب الطقس. ممكن تحطيها في مكان دافي وتغطيها. هنعمل بقى صوص الرانش. نجيب 2 كوباية من الزبادي البلدي العادي، أو ممكن تجيبي زبادي الشركات يعني الجاهز، بس أنا بفضل الزبادي البلدي يعني. 2 كوباية من الزبادي البلدي، هتحطي عليهم المايونيز تبقى نص كمية الزبادي. نفتح بس المايونيز، كمية المايونيز نص كمية الزبادي اللي هتحطي، وبعدين رشة فلفل اسود ومعلقة من بصل البودر وشوية خل، وقلبي المكون كده. ممكن تضيف عليه لو عندك بقدونس مجفف بودر، يعني مجفف ومعمول بودر بيبقى حلو قوي كده. خلاص صوص الرانش خلص. هنقطع بقى عشان احنا هنحط عليها كمان فلفل رومي مكعبات صغيرة قوي. هنقطع الفلفل الرومي نجهزه. هنجهز الحاجات بتاعتنا كلها لغاية الخميرة ما تشتغل في العجين ويخمر. هنقطعه كده مكعبات صغيرة قوي. ان شاء الله بعد كده هنعمل برضو بيتزات بأطعمة مختلفة. ممكن ميكس جبن، بس ممكن بالسلامي، بالبسطرمة، بالخضار ان شاء الله. كده خلاص الفلفل الرومي كله قطعته اهو. تحطي كم من انت عايزه حطي، مش عايزه ممكن تحطي فلفل حامي تستبدليه بفلفل حامي لو انتوا بتاكلوها حاميه. ده صدر من الدجاج الفري، يعني حوالي 200 جرام من صدور الدجاج الفري. هنقطعه مكعبات صغيرة كده زي حجر النرد كده، صغير قوي.
بالشكل ده كده. قربنا نخلص اهو. مكعبات صغيرة كده، ومش تاخد وقت على النار خالص في السوا. احنا بس هنسيبها كده في تتبيلة كده لمدة مثلا 10 دقايق كده ولا حاجة، وبعدين نعملها عقبال ما تكون العجينة خمرت بتاعة البيتزا. هنحط بقى على الفراخ بتاعتنا اللي احنا قطعناها مكعبات صغيرة دي، هنحط عليها معلقة تتبيلة فراخ. ممكن لو عندك تتبيلة فراخ الشاورما، يعني أي تتبيلة فراخ حلوة كده طعمها حلو كده حطيها عليها مع شوية زيت، وسيبيها كده 10 دقايق بس. وبعد كده هنبقى نحطها على النار تتشوح وتتحمر كده عشان تستوي 5 دقايق كده ولا 10 دقايق، ونحطها على النار اهي. يلا شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ حطها على النار كده شوية، نفضل نقلب فيها، هي هتستوي سريعا يعني جدا. بدأ لونها يتغير ودخلت في السوا خالص اهي كده، خلاص استوت خالص. نطفي عليها ونروح نشوف بقى ايه العجينة بتاعتنا حصل فيها ايه. خلاص استوت. شوف بقى العجينة بتاعتنا خلاص خمرت، وكمان جهزنا الحاجة كلها، وكمان جبنا الجبنة الموتزاريلا، وكل حاجة جاهزة. العجينة أنا فردتها في قلب الصاج، دهنته زيت وفردت العجينة، وببدأ بالشوكة أخرمها كده بسيط، وبعدين باخد يعني تلت كمية الصوص الرانش أو نصه، وأبتدي أدهن العجينة من فوق كده. بس أغطي العجينة كلها. وبعدين نبدأ نحط الفراخ بتاعتنا. طبعا بيتزا الدجاج بصوص الرانش دي تبقى طعمها تحفة يعني حقيقي، جميلة جدا. وطبعا تعمليها في البيت بكل سهولة زي ما عملناها كده، أحسن ما تروح تشتريها من بره يعني بتبقى تكلفتها عالية، وانت عاملاها في البيت أنضف. حط بقى الفلفل الرومي بالطريقة دي، ونجيب بقية صوص الرانش ونحطه فوق الفلفل الرومي والدجاج بتاعنا اللي حمرناه. وحاولي تفرديه برضو فوق الفراخ كده، تفرديه فوق الفراخ بتاعتنا كده بالشكل ده، تغطيها بيه كلها. طبعا عشان عاملة صاج كبير شوية فايه يعني مزودة شوية في كمية الصوص. بعد كده بترش الجبنة الموتزاريلا فوق الوش. طبعا الفرن متسخن على درجة حرارة 200، وهنحط على طول في الفرن. حطها في الفرن، ولما تطلع ان شاء الله نيجي بقى طلعت اهي. طبعا متخليهاش اللون يغمق قوي، اول بس ما الموتزاريلا بتاخد لون بتطلعي على طول. كنا العجينة شفتيها انها استوت من تحت. هنبتدي بقى نقطع كده. ممكن برضو هنعملها برضو مثلثات زي كأنها بيتزا مدورة بالظبط. طبعا هي سخنة، انا طلعت وقطعت على طول عشان اوريها لحضراتكم. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، بس ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. وكل عام وانتم بخير. والبيتزا طلعت اهي، وبصراحة طعمها طلع تحفة. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات بتحبوها بصوص الرانش والدجاج ولا لأ. سلام عليكم.